السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة، وجيتكم اليوم بفيديو جديد. واليوم الفيديو خياطة فرشة مطعمة. عندي هذا القماش 5 مترات من هذا القماش الأبيض، وهذا القماش الثاني اللي راح أطعم بيه هذا اللون هو ماروني مناسق للون الأبيض. إذا ردتوا تغيروه عادي غير لون، أنا خليت هذا اللون. هنا عندي هاي مترتين، القماش الأبيض 5 مترات، والقماش اللي راح أطعم بيه مترتين. أريد أسوي فرشة مثل ما شفتوا هاي بالصورة اللي خليتها لكم، فرشة مطعمة شكلها حلو، وحتى هيك أيام تفيد الأيام الكريسماس. هنا بالبداية فرشت القماش بالطول، أنا دائما أفرش القماش بالطول مو بالعرض. وشوفوا هنا طلع عندي زايد كلش هواي لأنه فرشته بالطول. فهنا الحواشي هم بيها زيادة لأنه هو راح تجي كسرات، فأني راح أسوي الزيادة كلياتها بجهة واحدة، حتى مالت الجهة الثانية راح أدنيها لهاي الجهة على مود آخذها تفيدني بعدين بالفصال، يمكن تفيدني للكسرات. وهناك اللفة مالت الدوشك هم طيتها زيادة. فهنا بالبداية اجيت حتى أقصن هذا الطرف اللي هو زايد من عنده، راح أقصن على طول القماش. شوفوا طلعت عندي مساحة كبيرة، ويمكن تكفيني حتى للكسرات بعدين إذا قستها. فما خليتها لازم أنا أقص من الجهتين، أقص من ذيك الجهة مساحة قصيرة منها، فأني قص فحسبت حساب جهتين وقصيت من جهة واحدة على مود تطلع عندي مساحة كبيرة تفيدني بعدين للكسرات. هنا أجي أريد أقص القماش، مو قلت لكم أنا القماش بيه بعد طول زايد، فهنا جيت أقصنه من هاي الجهة. خليت هاي الزيادة جاي يشوفوها الشبر، لأنه هاي أريدها لجهة الراس. عندي القماش شفتها من ذيك الجهة مو كبيرة، بعد تريد زايد، فخليت لها زايد منه. انتم لا قياسكم عدل عادي قصوا ويا الطرف، لأن هم راح تجي من هاي الجهة الرجلين كسرات. هنا نجي للدوشق، نريد نسوي اللفة مالت التلبيسة. شايفين دائما الفرشة تتحرك، بس إذا بيها هاي التلبيسة ما راح تتحرك. هنا أنا عندي ارتفاع الدوشق، هي هاي تجي على ارتفاع الدوشق، عندي ارتفاع الدوشق شبر وأصبعين، فخليتها على شكل مربع نفسيتها نفس القياس، قصيت الطول والعرض نفس الشي. بنات هواية يسألوني شنو قياسات الشربايات أشكال، أكو تجي بيها العرض 160 والطول 220، وأكو 220. أنا عندي شربايتي العرض 160 والطول 200. فشوفوا فصلتها بهاي الجهة بهذا الشكل، العفو شكل مربع، شوفوها بهذا الشكل. فراح تجي تتخيط هيجي وتصير شكل كبوس تتلبس على الدوشك حتى ما يتحرك القماش. هنا نجي على التطعيمة، فرشة المربع قلت لكم اللي سويته على الدوشك، وراح أجيب القماش اللي أطعم بيه. شوفوا خليته بهذا الشكل، إلا رايدين المساحة أكبر كبروا أكثر بالقماش، إلا رايدين أصغر بعد زغروا. أنا سويته هاي 8 أصابع، 8 أصابع سويتها، عجبني بهيك شكلها يكون واضح. وبعدين فصلته القماش الماروني، بس هذا الأبيض المربع اللي عالدوشق راح أفصله أسويه 2. شوفوا أشرته بالقلم من هاي الجهة وين رايدة أخلي التطعيمة، راح أفصله جهتين وأدخل التطعيمة بالنص. هنا هاي اللي قصيناه الشريط الطويل كفاني جهة أو نص، كفاني جهة ونص للكسرات مالت الشربة. فذيك الجهة الثانية رديت فصلتها من القماش الزايد. وهنا جيت فصلت المخاد، فصلت المخاد هنا بهذا الشكل. شنو قياس المخدة الرايدينه على قياس مخدتي فصلتها، ونفس المربع مالت الدوشك، خاف ما شفتوا المربع مال الدوشك بهذا الشكل. راح هم نفس الشي من جهة واحدة، راح أفصل القماش جهتين وأخلي التطعيمة بالنص. هنا فصلت حاشية، هاي داير ما دايرة شرباية هيك تصير جو الكسرات نفس بالصورة مخليت لكم إياها. عندي القماش كفة، فخليتها حتى أسوي تطعيمة للحاشية تصير شرباية أحلى ومطعمة مبينة أكثر. هنا نجي للخياطة. أول بداية راح نبدي بالمربع مالت الشرباية اللي هو اللي يصير على الدوشك. هنا أنا فصلته قلت لكم جهتين شوفوا، ودخلت التطعيمة بالنص وخيطتها بهذا الشكل اللي هو لف حتى ما تطلع الخيوط هواية وما تصير بيها هواية خيوط وتتلف الفرشة بسرعة.
فقلت لكم فصلت الأبيض 2 ودخلت اللون الماروني بالنص، وهسه إن شاء الله بعد الخياطة هم راح تشوفونه. سويت لكم هذا الفيديو قصير ما سويته طويل، حتى دائما تطلبون مني فيديو الخياطة يصير وفيديو الفصال هو نفس الفيديو، فحاولت أقصر بيه بس هذا الوقت اللي قدرت أخلصه لكم. هنا هاي جيت للمخدة. هي طبعا المخدة جهة واحدة، الجهة الأمام اللي راح نطعمها نفس المربع مالت الدوشك، هم فصلته جهتين ودخلت التطعيمة بالنص. وشوفوا بهذا الشكل، خاف ما شفتوا الدوشك انتبهوا للمخدة نفس الدوشك. إن شاء الله يا رب افتهمتوا من الفيديو وعرفتوا إنه أني طريقة فصالي سهلة وقدرت أوصل لكم الفكرة. شوفوا بهذا الشكل، شوفوا هذا وجه المخدة، راح أسوي الوجهين نفس الشكل. بهذا الشكل صار عندي الوجهين. هنا أنا اجيت لهاي التطعيمة اللي قلت لكم راح تصير بالحاشية مالت تحت الكسرات. هنا أنا كفيتها كفة رفيعة كلياتها على مود اجي اخيطها للكسرات قبل لا اكسر اخلي التطعيمة مالت الحاشية وبدون كسرات. شوفوا هو هذا القماش اللي راح اكسره، مو من الجهة اللي اكسر بيها، من الجهة اللي تصير على الارض. راح اجي بس اكفه ما اسوي له اي شي، بس اخيط عنه هيك خياط على طرف القماش. وهنا كملت عندي وجهزت، شوفوها كملت الكسرات كلياتها، القماش كمل طعامته كلياتها من الحواشي. راح الدور اجي اجيب المربع اللي فصلته على الدوشك واجي اكسر عنه. هنا قبل كل شي راح اراويكم هاي اللي سويناها الكبوسة مالت الدوشك اللي راح تتلبس على الدوشك. راح اخيطها بهذا الشكل وراح تشوفوها. شوفوا شلون شكلها طلع، شكل كبوس. شوفوا شكل كبوس، هذا راح يتلبس على الدوشق وبعد ما يتحرك القماش. شوفوا هذا شكلها. الجهة الثانية هم اسويها مثل ما سويت الجهة الاولى. وهنا نجي راح نكسر القماش بعد ما خلصنا كلياته، سوينا طعمنا المربع مالت الدوشك وسوينا وجوه المخططة طعمناها. هنا نجي راح نكسر القماش للمربع مالت الدوشك اللي يصير على الشرباية. هنا شوفوا بهاي الجهة بعد ما كسرت القماش وطعمته، شوفوا شلون طلعت عندي شكلها حلو. وهذا اللي حكيت لكم عنه، شوفوا اللي يصير بالطرف تحت الكسرات. وهنا بعد ما سوينا تكسيرة الشرباية بهذا الشكل، لا حبيتوا كسرات أكثر سووا كسرات أكثر، أنا حابتها بهذا الشكل. وهنا التطعيمة مالت الدوشك اللي تصير عليه بالنص، وبهذا الشكل طلعت عندي الفرشة. طلعت تقريبا مثل الصورة، صحيح شوية بيها صارت تغييرات بس يعني تقريبا. هذا هنا القماش، شوفوا هذا الخياط البارز، راح اجيب لون ماروني واخليه عليه، راح يعطيني جمالية اكثر. هاي اختيارية مو من ضمن الفصال، اختيارية بس اني حبيتها. كان عندي بعد يعني زيادة قماش فسويتها شغلة اختيارية. شوفوا على الخياط مالت الكسرات، الخياط اللي يصير بين المربع مالت الدوشك وبين الكسرات، جبت لون هذا اللون وكفكفته وخيطته. شوفوا ايش سويته على شكل شريط، هم راح يغطي لي الخياط وهم راح يعطيني جمالية أكثر للشرباية. وشوفوا هنا الفرشة بعد ما كملت، شوفوا تقريبا نفس الصورة بس فرق عندي الفيونكات شلتها ما حبيتها. شوفوا صارت عندي بهذا الشكل الحلو، وإن شاء الله يا رب عجبتكم وراح تجربوها وتشوفون فصالها شلون سهل وحلوة وما تكلف والله كلش هواي. يعني القماش مالتها يمكن كلفني 8000 واني خيطتها بايدي، صارت فرشة كلش حلوة. ردت اسوي لها ذن الكوشات المربعات بس خليت هذا اللون الذهبي حتى يبرز وياها اكثر وتصير احلى. ان شاء الله يا رب عجبكم الفيديو وافتهمتوا من الخياطة مالتي، ولا عندكم اسئلة كتبوا لي اياها بالتعليقات وان شاء الله راح اجاوبكم كلها عليها. ومع السلامة حبايبي، التقيكم بفيديو جديد.